صباح الخير، ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة وانتم تتفرجوا في الفيديو. اليوم وديتكم بوصفة مرقة الخضرة التونسية الزمنية الأصلية، فاوحة مفوحة، تعمل 66 كيف كيما يطيبوها ماتنا وجداتنا، بكل تفاصيل نجاح الوصفة وكيفاش نستحفظ باللون الأخضر ومنافع الخضرة من غير ما يهباو في التطييب. كيما قاعدين نشوفوا الطقس برد وبدينا هكا نحسوا في الشتاء يقرب، وماذا بينا نقويو بدناتنا بشويه خضره ومنافع الخضره وشويه حديد باش نقاوموا برد الشتاء. هذه ياسمينتي تقول لكم صباح الفل والورد والياسمين. اما قبل كل شيء، قبل ما نبداو الوصفه، نصليو على سيدنا، اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد، ونبداو الوصفه بسم الله. خديت كيلو لحم بقري. امي قالت لي كي تحب تعمل مرقه الخضره اختار لحمه فيها طريف شحم تجيك بنينه ولذيذه وتعمل 66 كيف. خذيت الحيمات قاسيتهم بالطريقه هذه واخترتها كما قالت لي امي، الحيمه فيها شويه اشحم يعني باش هكا تجيك لذيذه. جربوا هذه اللحمه كما قلت لكم وما تندموش. خذيت الطنجره متاعي صبيت فيها شويه زيت، بما انه انا اللحمه فيها شويه شحم ما نستحقش برشا زيت، وشطير مغرفه هريسه عربي بطبيعه، وبديت نحط في الحيمات هكايا على البارد، الكل على البارد باش تبدالي يعني المرقه صحيه. تبعوها وما تندموش. وبديت نقلي بشويه بشويه وعلى نار هاديه باش ما نحرقش الهريسه والزيت، وباش هكا الحيمات الكلي تتغلف بهيك الهريسه وهيك الزيت وتتقلل كلي وحده وحده. توا في المرحله هذه خذيت شطير مغرفه طماطم حكه، شطير يعني ما نحبهاش مطمطمه، ما تجيش مطمطمه مرقه الخضره، تجي هكا لونها فيها اللون الاخضر، ما تكونش فيها برشا طماطم، شويه هكا. ودردرتها في شويه ماء وصبيت على هيك الحيمات اللي قاعدين يتقليو واحده واحده. شفتوا سهله. توا انا باش نزيدها شويه ماء نخلي الحيمات يطيبوا سله سله من غير يعني لا نزربهم ولا حتى شيء. غميت الماء، سقيتها بشويه ماء هكايا، غميت الحيمات حتى اللي الكلهم يعني تعبيو بالماء، مش برشا ماء خاطر انا حاجتي باش ينقص هيك الماء، وحاجتي بشويه بركه جو. توا الخضره اللي انا باش نستعملها، خذيت شويه حمص طيب انا خذيته، شويه سلق 500 جرام سلق، قطه معدنوس، شويه بصل اخضر، 3 كعبات جزر سفناريا، وزوز كعبات لفت. هيك هو خذيت خضرتي السلق بالطبيعه، بديت نقص فيه هكايا، غسلته وقسيته. المعدنوس نقيته ورقه ورقه وقسيته زاده كما قاعدين تشوفوا، وعامله كيف على مرقه الخضره، خاطر عارفه يعني المنافع متاع مرقه الخضره وشنو المنفعه للبدن، حاجه ما تتصوروهاش، يعني حاجه كبيره ياسر. نعرف الناس الكل تعرف مرقه الخضره والناس الكل تعرف المنافع متاعها. هيك هاو خذيت 3 بصلات هذوما الخضر يعني الشتوي وقسيتهم بالطريقه هذه، ونزيد بشويه بشويه الخضره متاعي نقص ونغسل ونحط على بعضه. هيك هاو خذيت 3 كعبات سفناريا قشرتهم وقسيتهم جويدي. وقولوا لي انتم زاده طريقتكم في تطيب المرقه الخضره كيفي ولا لا؟ هذه طريقه امي كيما يعني علمتني امي كيفاش نطيبها، قعدت نمشي بالطريقه هذه للي كبرت وللي عملت خشاشر وللي يعني هكا توا وليت يعني في بدني وليت فيا المرقه هذه، وليت ما نعملها كان بالطريقه هذه كيما علمتها لي امي. هيك خذيت اللفت قصيته بالطريقه هذه زاده صغير صغير هكا قاعدين نشوفوا. الخضرة الكل تلزمها تتقص جويدة باش السفناريا واللفت باش يطيبوا كلهم مع بعضهم، ما نقصش السفناريا كبيرة باش ما يهبليش السلق وما يهبليش المعدنوس، باش تقعد لي الكل يطيب مع بعضها. زيت قرينين فلفل، توريتو نشح الماء قعد كان شوية برك، وبديت نحط فيك الخضرة بطريف بطريف. ما تستغربوش تقولوا برشا خضرة، ليه؟ توا تهبى وتوا تنقص وتذبل، وهذاك الجولي متاع الخضره هيك اللي حاجتي بيه في المرقه.
نزيد بشوية بشوية وننزل بيدي باش هكا تركح الخضرة، ونجم نحط الخضرة الكل ونغطي عليها ونخليها حتى اللي تذبل وتصيب الجو متاعها. حطيت هيك الحمص الطايب بطبيعة، وحطيت خلطت هكا ونحرك باش الخضرة الكل تدخل في بعضها وتطيب الكل مع بعضها، ما تجيش شي طايب وشي مش طايب. هيك هاو نغطي عليها وخليها ترتاح. انا مرقة الخضرة نموت عليها ونحبها، وتفكرني في الشتاء في تونس ودارنا، وامي كي تبدا تقص في الخضرة وريحتك الخضرة تبدا فاوحة لهنايك باللي باش ندلوها المرقة ما تكونش كيما مرقة تونس بصراحة تامة، ومرقة يعني خضرة بلادنا وماكلة بلادنا والحاجة السبناخ والمعدنوس متاع بلادنا عندهم ريحة خاصة. توا باش نفوح المريقة متاعي بشوية تابل برك. علاش؟ على خاطرش مطيبتها بالبقري، والبقري يحب التابل. لو كان بالدجاج ولا بالعلوش ما نفوحش الحق، نحب مطعم الخضرة ومطعم الحيمة صافيين. هيك هاو تو في المرحلة هذه نحط قرينين الفلفل وكملت 5 دقايق طياب. وهيك هاو تو حطيت قصيت الخبز وبديت نحضر في الطويولة متاعي. ما نحكي لكمش على ريحة المرقة وفي حتها. انا ولادي ياكلوها بالروز، الحق يحطوا صحين الروز ابيض وبجنب ياكلوا هيك الطريف المرقة الخضرة تعجبهم ويموتوا عليها، يبدو هكا يعني ياكلوها بالطريقة هذه. بالخبز لا ما ياكلوها ليش، اما مع الروز ياكلوها. تو بديت نعبي، شوفوا كل منظر جيت بنينة واستحفظت على اللون متاعها، وجيت هكا تحسها خفيفة لا مزيتة لا شيء، تهبل المرقة. جربوها وتفكروني، وكان عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وقولوا لي كان جربتوها وعجبتكم. نخليكم في امان الله وحفظه بسلامة، وان شاء الله في وصفة اخرى ان شاء الله باش نعملوا كسكسي بنين تونسي صحي يعمل 66 كيف. صدقوني كسكسي عالمي. هيك هاو في امان الله وحفظه بسلامة. نحبكم برشا برشا.